مرحبا حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. الفيديو اليوم كمان طبخ. بعرفوا انا روتيني الطبخ والقهوة. طبختنا هي البورانية. البورانية هي أكلة تراثية عفرينية. قديما كانوا يساووا هاي الأكلة، ومنطقة عفرين مشهورة فيها كتير، ولهلأ ضلت بذاكرتنا وعم نطبخها للضيوف لأولادنا. يعني بالسنة يعني لازم مرتين ثلاثة إلا نساويها. خليكم معنا لآخر الفيديو وإن شاء الله يعجبكم الأكلة وجربوها كتير طيبة. يعني المقادير هن كوسة وباذنجان بندورة وبصل وفلفلة خضراء أو حمراء، يعني ما بتفرق، وعدس وحمص. هاي هي الأساسيات. بقى أنتي وشو بتحبي فيك تضيفيها، بس هدول هن الأساسيات. مثلا باذنجان إذا ما تحبيه لا تحطيه. أنا volema numero دوار فيديو كعجل وقت فيديو ماجي أنك بورانية تشيكم يكشتك زانو بورانا خورنا كي تراثية عفرينية جماج دايراني شكافن دان وعم حاطون وكاجيش بتشكي خورن تشيدكان ليمونات خورن تشيدكان يعني خورنا كي خوشة وتشتي تكابيجي وبخوزونا كوسة بعجنا راش بندور بيبوز ببارح شين ونيس ونوك وما يستبون ما ربن حطو تولي فيديو وساكن عم كي خورني خوش وتشيكر. طبعا حاليا بطريقة كي تشيدكر اما بطريقة تشيدكر وتشحاسكر وتشحاسناك ويكونا كيدو فاكر او لاغوكر. وما ربن حطو توليه بيرن وارن قايبا في آخر. وهلا نفرم الباذنجان. ما تفرميه كتير ناعم ولا كتير خشن، هيك يعني مشان يضل هيك شوي عنده قرشة وروح، يعني ما تصير كتير مخبصة. أولا منشو يردكن منشو حازكن يكونوا معنا يردكن، بس ناخذ زيدا قرصبة ونا زيدا يربي معي ناخذ بس أنا بعرض بيد حاسم هنا كان بيرده يردكن كيلو بعرض ضحالة بيرده وأنا حازنوكم هيك كي رحت دابي قرشة دابي. تفضلوا اشربوا معي قهوة. ما بعرف الصوت واضح ولا مو واضح، ما بعرف، لأنه عنا الجيران مشغلين المولدة، ما بعرف شو عم يساووا. الأعياد كلها خلصت، العالم بلشت بالشغل يعني، فشو عم يساووا وما عم يساووا ما بعرف، مشغلين المولدة. قولولي انتو شو قررتوا تطبخوا. أولي أنا ما كنت بحط الباذنجان، بس كنت ساويها بالكوسة. والله مرة أكلت عند وحدة جارتي عجبتني كتير، من هذاك اليوم أنا بحط الباذنجان. طيبة هي الخضار كلها مفيدة، يعني كلها فيتامينات، بس مشكلة ابني الكبير ما بياكل، عبودة ما بياكل، طناوير ما بياكل خضرة.
جميع انواع اللحومات بياكل، اما خضرة ما بياكل. والله مبارب على راش نادي كلوني بس بجام جيرونك خوجوك يخول بقرعة عجبون اجوي وقت ده فاز بعجونا روشت كبه. هلا بنفرم البندورة كمان نفس الشي، لا كتير ناعمة ولا كتير خشنة، انا بحبها هيك، وانتو شلون بتحبوا هيك بتفرموا، بس هيك اطيب يعني. بس ما بنحط البندورة مع الكوسة والباذنجان لانه هدول بينغلوا بسرعة، اما البقية بطولوا بالسلق. من زمان ماني عاملة بورانية والله، اشتهيت عليها برمضان لسه كنت اساوي بس ما صار لي مجال. سبحان الله حتى برمضان يعني ما ساوينا ملوخية، بعد رمضان بيوم عملتها، يوم العيد الاول قلت لكم عملت ملوخية، حسب واحد وظروفه. امبارحة كان عنا عيد النيروز لأنه أجلوا الحفلة مشان المطر وهيك شي، أجلوا 21 آذار أجلوا عيد النيروز، أجلوا ل 24. امبارحة كان عنا عيد النيروز فرحنا احتفلنا هيك شوي، صورنا اي والله. خليكن معنا لنهاية الفيديو ونخلص الخضرة فرمة وبعدين برجع لكم. هيك فرمنا الفليفلة والبصل كمان، كل شي صار جاهز عنا. هلا بدنا نحط اللبن على النار، هي هالأكلة الأساسية هي اللبن. وهلا حطينا اللبن على النار، هدول الكمية ساطلين، وحطيت شوية مي كمان ومعلقتين طحين العادي يعني مشان ما يفرط معنا. بنحرك فيه ليغلي وبعدين بنحط الخضرة. بساويه انا يعني طريقتين، طريقة تانية كمان في على قناتي فيكم تروحوا وتتفرجوا. هلا حبايبي مثل ما شفتوا بعد ما غلي اللبن حطينا الكوسة والباذنجان، وهلا بدنا نحط الفليفلة والبصل. بعد ما يغلوا شوي بنضيف البندورة والحمص والعدس. هلا بضيف لها شوية مي سخنة وبنتركها على نار هادية تغلي. وهلا بنحط البندورة، حمص، طبعا هدول حمص جبتهم جاهزين، والعدس نص سلقة. وهي هي طبخة سهلة كتير، كلها بطنجرة واحدة، بس ما عندي طنجرة أكبر من هاي. وقبل ما نطفي تحتها بنظبط لها الملح وفلفلة حمراء وحاج، هذا هو. وهي حطينا الملح ونحط هلا كمان فلفل أحمر، طبعا حطينا زيت كمان. وهي هي سهلة كتير يعني ما بدها شي. وهيك صارت جاهزة. هلا بنطفي تحتها خليها هيك تبرد شوي وبعدين بناكلها. وهيك طبختنا صارت جاهزة، وهي أكلة البورانية. إن شاء الله يكون عجبكم.
جربوها كتير طيبة. ألف صحة عليكم وعلينا، وتفضلوا نتغدى سوا. خورنه ما هونوكي حوزر بها أولي ما بيرن وانا بأفضل بخان ساعتوا خوش بير ما كان لايك واشتراك وتعليقات خوش، وباي باي.